صباح الخير او مساء يا جدعان وفيديو جديد. بوتشيتينو بعد فترة تأقلم كانت صعبة نوعا ما في تشيلسي، واللي وارد جدا تكون لسه ما خلصتش بالمناسبة. بدأنا نشوف لمحات من التقدم او افكار اسلوب لعبه على ارض الملعب. اخر ماتشين للبلوز واللي ما كانوش سهلين خالص على فكرة، سجلوا 8 جوال قصاد مانشستر سيتي وتوتنهام، 4 لكل واحد. المهم الاربع نقط اللي خدهم بوتشيتينو من الماتشين دول ما كانوش كل حاجة طبعا، مكاسب الفريق كانت اكتر بكتير. لو هنرجع وتفتكر معايا ماتش تشيلسي وليفربول، هو خلص 1-1، بس النتيجة دي ما كانتش معبرة خالص عن اللي حصل في الماتش. اعتقد كذلك ماتش الارسنال 2-2. الماتشين بوتشيتينو لعب كرة حلوة قوي الصراحة، وفضل مسيطر لوقت كبير على الماتشين. لكن ماتش السيتي تحديدا كان اقوى اداء للفريق من ساعة ما وصل بوتشيتينو للنادي. قدر يحافظ على رتم عالي ليه من اول دقيقة في الماتش لحد صفارة النهاية. وخلي بالك 4-4 قصاد فريق بيب اللي لسه محقق الثلاثية مش سهلة خالص طبعا. لكن اوعى تفتكر ان كده خلاص بقى كل مشاكل الفريق انتهت، اكيد لا طبعا. وزي ما قال بوتشيتينو نفسه بعد الماتش لما المذيع سأله حاسس انك وصلت لقد ايه من اهدافك او افكارك وطريقة لعبك مع الفريق لحد دلوقتي، قال له لا خالص، احنا بعاد تماما عن المطلوب، لكن ممكن نقول ان دي البداية علشان نبدأ نبني ثقتنا في انفسنا اكتر، ونؤمن ان شغلنا ماشي على الطريق السليم اكتر. اكيد طبعا الفوز في الماتشات الكبيرة بيأكد اكتر على ان الفريق ماشي على الطريق الصح، وكمان الجماهير هتبدأ تطمن اكتر اتجاه المدرب، خصوصا الجزء اللي ما كانش مؤمن قوي او حتى مطلع على شغل المدير الفني السابق لتوتنهام وانه قادر على ادارة الفريق. اخر ماتشين دول كانوا مؤثرين جدا، لانه لو كان خسر قصاد توتنهام وبعدها خسر قصاد بيب كمان كان هيكمل سلسلة هزايم ل7 ماتشات، رقم ضخم جدا طبعا. ده غير ترتيب الدوري. اعتقد كمان كان ممكن يحصل شرخ كبير قوي بين بوتشيتينو وجماهير البلوز، وهيبقى صعب عليه قوي يصلحه. لكن لحسن حظ الفريق انه كسب ماتش الفراخ، وخرجت الجماهير من ستانفورد بريدج راضيين عن النتيجة، واعتقد ان ده اللي حصل برضه في ماتش مانشستر سيتي. طيب ما تيجي نتكلم بواقعية شوية بقى. انت ممكن تحس ان الفوز في ماتش توتنهام جه متأخر قوي، لكن ده مش صح، لان الفريق سجل 3 جوال ما اتحسبوش. يعني لو جول رحيم او جول كايسيدو اتحسبوا كان الوضع اتغير، وكذلك نفس الشيء لتوتنهام، لو جول سون او داير اتحسبوا كان الوضع اتغير. الناحية التانية لو هنبص على فريق انجي بوستوكوجلو، هتلاقي الراجل بادئ الماتش من غير 2 من اهم لاعيبته، ماديسون المصاب وكمان قلب الدفاع فان ديفين. رغم ده لكن بداية توتنهام كانوا كويسين جدا الصراحة، وسجلوا التقدم وكمان سجلوا جول تاني، بس سون كان اوفسايد. وبعدها لعيبة تشيلسي بدأوا يفوقوا وسجلوا جولين فعلا، بس الاتنين اتلغوا، واحد الكرة خبطت في ايده والتاني كان اوفسايد، لحد ما روميرو يخش يشوط الواد انزو علشان يطرد ويدي تشيلسي بنالتي اللي هيسجلها بالمر. بعدها هيطرد اودوجي، ومش عارف ليه الصراحه بوستوكوجلو قرر انه هيلعب دفاع متقدم قوي باقي الماتش. خط الدفاع بالكامل كان واقف على خط النص، سروهات بقى من جاليجر ورحيم وجاكسون طايرين، ويخلصوا الماتش طبعا بهاتريك لجاكسون، يا بخت اللي فضل سايبه في الفانتزي. المهم ماتش مانشستر سيتي بقى كان افضل، رغم ان تشيلسي خسروا كل ال6 ماتشات قصاد فريق بيب في كل المسابقات من ساعة ما كسب تشيلسي نهائي الابطال منهم في 2021. معظم الماتشات دي تشيلسي كانوا بيرجعوا ورا، خايفين قوي من لعيبة مانشستر وبيحاولوا يعطلوا بناء لعبهم. كنت هتقدر تلاحظ الضعف في الفريق الازرق في ال6 ماتشات دول قصاد السيتي، لكن انت ما تقدرش تقول نفس الكلام ده في اخر ماتش لتشيلسي قصاد السيتي. بوتشيتينو جهز الفريق كويس قوي الصراحة للماتش، كنت هتقدر تلاحظ ان مفيش اي علامة على الاستسلام او تقبل الخسارة في وشوش لعيبة تشيلسي. في الماتش ده اللعيبة كلها كانت بتحاول تلاقي حلول علشان يصنعوا فرص، رغم ان ده ساب مساحات للعيبة مانشستر سيتي، لكن لعيبة تشيلسي كانوا بيلعبوا علشان المدرب بتاعهم. طيب ازاي بوتشيتينو قدر يعمل ماتش على بيب؟ بص، اول حاجة بوتشيتينو استغلها وهي خط نص السيتي. خط نص السيتي من غير دي بروين وستونز كانوا تايهين. اعتقد الكل لاحظ ان رودري هايم في نص الملعب لوحده. تشيلسي لعبوا ب3 لعيبه في النص، وساعات بينزل بالمر يزيد ويبقى 4، وده حجم بشكل كبير خط نص السيتي. ولا اكانجي ولا ووكر ولا حتى برناردو كانوا عارفين يعملوا نفس الدور بتاع ستونز جنب رودري زي ما الفريق كان متعود. ده غير ان جفارديول كان عامل ماتش سيء قوي.
بص مثلا كرة جوستو دي، الاتنين طلعوا يضغطوا على رحيم، واللي عمل باص بسيط فشخ لجوستو في مساحة الكرة سهلة جدا، مش عارف ازاي ضاعت. بص برضو تصرفه في الكرة دي، رغم ان الجول ده اتحسب اوفسايد في الاخر، لكن تحس جفارديول في الماتش ده كان تايه. مش بس جفارديول لوحده اللي كان متنرفز ومش مركز، روبن دياز كمان. روبن دياز كان في حالة ذعر، مش عارف يعمل ايه ولا ايه في الفوضى في كل صفوف مانشستر دي. طبعا علشان تخلق الفوضى دي هتسيب وراك مساحات، وقد كان. بس انت قدرت تضايق بيب جوارديولا فعلا، رغم انك احتجت تسجل 4 تجوال علشان بس تتعادل. بالمر وجاليجر وستيرلينج كانوا عاملين ماتش عظيم الصراحة، ضغط عالي معظم الوقت على لعيبة مانشستر، ونجحوا فعلا انهم يخطفوا اكتر من كرة منهم. زي ما حصل في كرة جوستو دي، رحيم قطع الكرة من جريليتش وباصاها لجوستو اللي شاطها في السما. رحيم كان عامل ماتش عظيم. الواد بالمر ده انا كنت مستغرب في الاول ليه يدفع فيه فوق ال60 مليون، لكن الصراحة الواد في الملعب مش طبيعي، مش عارف فلت ازاي من تحت ايد بيب. ومش بس علشان مسجل كام ضربة جزاء، لا خالص، هو فعلا مؤثر مع الفريق وفي اكتر من ماتش كبير. ابقى ركز معاه اكتر لو مش واخد بالك منه. في رأيي اعتقد ان تشيلسي محتاج ان نكونكو يرجع من الاصابة ضروري، لانه هيعمل فرق كبير في خط هجوم البلوز. بعد فترة التوقف بقى مستنيين نشوف الفريق هيرجع عامل ازاي. طبعا جدول الماتشات مش سهل خالص. بوتشيتينو عنده نيوكاسل اول ما هيرجع من التوقف الدولي، وبعده برايتون ديزيربي، وبعدهم مانشستر يونايتد. يعني كلهم منافسين اعلى منك في ترتيب جدول الدوري.